صباح الفل واهلا بيكم في فلوج جديد من فلوجات دولاس فيتنس جايد. الفلوج النهارده هيكون مختلف شويتين لان احنا النهارده تاني يوم من ايام العيد، والجيم بلان النهارده مختلفه شويه لان احنا في مرحله ميني كات بعد رمضان هتقعد ما بين 7 ل 10 ايام على حسب البروجرس بتاعنا عشان نكمل في الاوف سيزون بتاعنا. ابتديت اليوم بتاعي بان انا وزنت نفسي وهنزل دلوقتي هتمشى كده لمده ساعه، هسيب الكاميرا تشحن شويه لان الكاميرا عايزه تشحن لحد ما اطلع، وبعد كده هاخدكم معايا وانا بفطر وجبه الفطار بتاعتي او البري ورك اوت ميل، وبعد كده هاخدكم معايا في التمارين. النهارده عندي تمرين ظهر بس ابر باك، بس 3 زوايا ابر باك وكتف. هو يعني سبليت مختلف شويه عن الناس متعوده عليه. الهدف من السبليت ده ان انا افوكس على الظهر وعلى الدراع. فالنهارده هيبقى التمرين شديد قوي. في الجيم بلان ان انا هحاول النهارده ده هيبقى اول يوم ان انا العب نص ساعه كارديو على الستير ماستر بعد التمرين. هشوف مدى قابليه ثبات ان انا اعمل ده، لان التريننج سبليت بتاعي دلوقتي مدته طويله قوي، وخصوصا السيشن بتاعت النهارده. فطبعا احنا راجعين بعد العيد للشغل، فدايما لازم تدور على الابليكابيلتي او فكره ان الحاجه دي ينفع تتماشى مع طبيعه حياتك. فهل هيفضل الكارديو بعد التمرين ولا لا مش عارف، لكن هو النهارده كده كده هيبقى بعد التمرين. قلت اطلع كده يعني ايه، اشم نفسي شويه في البلكونه، اشرب لي شويه ميه، وهنزل بقى دلوقتي هتمشى لمده ساعه كده. يعني الساعه دي هتعمل معايا حوالي 8000 ستيب ولا حاجه، مع بقيه الستيبس على مدار اليوم. هو التارجت 10000 فيما فوق، بس انا هحاول ان انا ما ازيدش عن 10000 قوي لان انا في ديفيسيت قوي جدا، وهتاخدوا بالكم من الكلام دوت في خلال الاكل بتاع اليوم. في مرحله الميني كات الواحد بيبقى بيحاول قدر المستطاع ان هو يطلع بره الرينج بتاع من نص ل1% بتاع خساره الوزن اسبوعيا، لان مده الميني كات قصيره. الميني كات مش المفروض ان هي تتحول لكاتنج، الميني كات المفروض ان هي تبقى ميني كات. فانا الايم بتاعي ما بين 1.5 ل 2% من اجمالي وزني اسبوعيا. انا من امبارح للنهارده، امبارح كان اول يوم، وزني نزل 600 جرام، وده متوقع جدا لان جسمي هيفقد ميه كتير قوي نتيجه قله الكارب ونتيجه اللود بتاع الاكل اللي كان في المعده اللي هيقل. انا بخلي الكارب حوالين التمرين بس، لان هو مفيش اي هدف منه في خلال الميني كات اكتر من ان هو يفيول البرفورمانس. حته الجوع والشبع مش هي العنصر المهم بالنسبه لي دلوقتي. عادي لو جوعت شويتين زياده مش هيفرق بالنسبه لي كتير، بجانب ان هيبقى فيه فايبر كتير على مدار اليوم ومش هعمل له تراكنج. هيبقى اغلبه جاي من سلطه، فمش هعمل لها تراكنج اصلا. مش كده الديفيسيت قوي قوي، فمش محتاج ان انا اعمل ده. قبل ما انزل بس خليني كده ايه اوريكم السبلمنتس اللي انا هبتدي بيها اليوم بتاعي. عندنا هنا ده اليوهمباين HCL، ده جرعته 2.5، هاخد منه 6 حبايات. ما انصحكش انك تبتدي كده الصراحه. 6 حبايات ده هيبقى حوالي 15 مللي جرام. 15 مللي جرام انا المفروض اخد 17 وشويه، لان هي الجرعه اللي مفيش منها ضرر واللي انا متعود عليها عامه هي 0.2 مللي جرام لكل كيلو جرام. ما تبتديش بالجرعه دي، لما تيجي ابتدي ب 0.1 بس، لان هو بيعمل سايد افكتس مش لطيفه. انا ما عنديش مشكله معاها، كده الجسم مع الوقت بيتعود عليها، لكن الناس المبتدئه خد 0.1 مللي جرام لكل كيلو جرام من وزنك. وهاخد حبايه من التيومريك والكوركمين ده، وكمان حبايه من الكافيين اللي هو تركيزه 200. هاخد دول وهنزل اتمشى دلوقتي حالا كده، وبعد ما اخلص بقى هرجع لكم عشان نشوف مع بعض بدايه اليوم ووجبه الفطار قبل ما نروح.
دي المكونات بتاعه البري ورك اوت ميل، ومعاهم ملح كمان، عباره عن كريم اوف رايز، وعندنا هنا قرفه وبروتين باودر. هنتكلم مع بعض دلوقتي عن البري ورك اوت نيوتريشن، يعني التغذيه قبل وبعد التمرين وفي نص التمرين كمان، ايه الهدف منها وازاي نستفيد منها. بس هحضر البتاع دوت سريعا واجي لكم. على فكره مش لازم كريم اوف رايز، ممكن تستخدم دي رز بتاع دوبيلا ولا اي شركه برخص التراب، هتلاقيه في اي مكان. انا ده كان جاي لي بس از جيفت، فعشان كده بستخدمه. اللي احنا بنحاول نوصل له من بري ورك اوت نيوتريشن عامه هو الاتي: هايدريت، ان انت تخلي الخلايا بتاعتك هايدريتد عشان البرفورمانس. وده هيحصل عن طريق حاجتين: عن طريق شرب الميه وعن طريق الالكترولايتس. عشان كده انا ضايف شويه ملح هنا للكريم اوف رايز اللي قدامكم، لو جيتوا بصيتوا عليه ده شكله بعد ما اتحط عليه سكوبين بروتين. على فكره الميل دي عباره عن 100 جرام من الكريم اوف رايز، او تقدر تستخدموا دقيق الرز زي ما قلت لكم، وعليهم سكوبين بروتين باودر، شويه قرفه عشان الوجبه دي سريعه قوي في الامتصاص، فعايزين بس نعمل شويه ريجوليشن في السكر بتاع الدم على مدار التمرين، لان دي البري ورك اوت ميل. فده الجزء بتاع الهايدريشن. في جزء تاني هو الجزء بتاع الفازو دايليشن، وده هيحصل عن طريق حاجتين: هيحصل عن طريق الريدز اللي انا هشربها قبل التمرين، وعن طريق الستيرولين ماليت. ده هيساعد بشكل كبير قوي على الفازو دايليشن. وثالث واهم حاجه هي الفيولينج، وده هيحصل عن طريق الكارب اللي هيتاكل. دي هتتاكل قبل التمرين بساعه. هبتدي اجهز حاجتي تدريجيا بعد ما اخلصها كده، وان شاء الله اخد تمرينه قويه وشويه كارديو محترمين. وبعد كده طبعا هاجي لكم في التمرين، نتفرج مع بعض كده على التمرين. اخلص الميل دي وانزل اتمرن واشوفكم في التمرين ده. بقول لكم ايه، طعمها تحفه اقسم بالله. قبل التمرين بقى في حاجات لازم بعملها بشكل دوري او بشكل يومي. اول حاجه هو ان انا باخد سكوب من الجرينز اللي قدامكم ده، مش عايز اخبط لان هو بينطور جامد الصراحه. وسكوب من الريدز، وهفهمكم ليه الريدز دلوقتي. الريدز مع السترولين وخصوصا بعد اليوهنباين مهمين جدا، لان اليوهنباين ده فازو كونستريكتور، بيقلل شويه الوصول بتاع الدم للبريفرنس للاطراف بتاعتك، فانت بتحتاج فازو دايليترز. الفازو دايليترز دي زي السترولين وزي الريدز، دول بيساعدوا بشكل كبير قوي ان تدفق الدم يبقى بشكل كويس قوي. السترولين انا باخد حوالي 2 سكوب، هو السكوب فيه حوالي يعني 6000، فباخد منه يعني بالميزان 8 جرام، يعني 8 جرام وزنا، 10 مللي جرام 10 جرام او 10000 مللي جرام كدوز يعني، او كونسنتريشن. طبعا طعم الشيء ده يعني حرفيا زي الزفت، مش حاجه حلوه خالص، بس يعني هو لطيف لازم يتاخد يعني كافكت يعني. وباخد معاه واحده من الديلي فيتس دي او الديلي فيتامينز دي. انا ما بحبش الافواره صراحه، خصوصا في الفيتامينز، لان الافواره في الفيتامينز بتبقى نتائج سلبيه يعني. انترا ورك اوت بقى باخد سكوب بي سي دبل ايز، مش عشان حاجه غير عشان هو طعمه حلو، مع سكوب اي دبل ايز، ومعاهم 8 جرام كرياتين. هتقول لي 8 ليه؟ باخد ما بين 8 ل 9 يعني. بس غالبا بيكون 8، هو المفروض اخد 8 ونص، لان انت الجرعه الصح للكرياتين هي 0.1 مللي جرام لكل كيلو جرام من وزنك. هخلط دول في البتاع اللي بشربه في التمرين وهاخده معايا، وكده كده هاخد دوت هخلصه دلوقتي وهتجه دلوقتي على التمرين. تمرين النهارده هيكون مختلف شويه، هيكون مجموعه من زوايا الابر باك، مش هيبقى فيه اي فوكس خالص على اللات، وزاويتين كتف، واحده كتف جانبي وواحده كتف خلفي. كده كده الكتف الخلفي هيبقى شغال يعني بشكل كبير قوي مع الابر باك. طبعا في ميوزك كتير قوي ورايا، كل ده يعني هيتعزل قدر المستطاع في المونتاج. هنبتدي اول حاجه بالتمرين اللي ورايا، التي بارو بالقبضه الواسعه، 3 مجاميع، كل واحده فيهم 6 عدات. طبعا هبتدي العب شويه فيدر سيتس في الاول عشان لسه هبتدي التمرين يعني اسخن نفسي وبتاع، وبعد كده هم 3 مجاميع 6 عدات RIR0، مش هيبقى فيهم اي مجال لاي عده في التانك. التمرين النهارده الانتنسيتي فيه هتبقى عاليه قوي، هيبقى فيه بعده كارديو سيشن برضو طويل شويتين،
فالعمليه هتبقى مرهقه جدا. كميه الكارب على مدار اليوم قليله قوي، كلها حوالين التمرين. الهدف منها بمنتهى الاختصار ان انا اقدر ابرفورم اوبتيمال في الفتره بتاعت الميني كاب دي قدر المستطاع. غير كده مفيش اي هدف من الكارب كله على مدار اليوم. فكره ان انت محتاج كارب عشان بالليل عشان تعرف تنام والكلام الفارغ ده يعني مش مجاله خالص. هم 10 ايام ماكسيمم بوشنج فيهم، قدر المستطاع الواحد هيعمل فيهم اللي هو يقدر عليه. فكفايه كلام، يلا بينا نبتدي مع بعض. الفوكس طول الحركه هيبقى ان الصدر ما يفارقش الباد خالص، وان تحت يبقى فيه ماكسيمم السنتريك، ان انت تنزل قدر المستطاع تحت. الست عدات هيبقوا سلو جدا، فالموضوع مش لطيف. كان لازم ابقى يوم على الاقل 4 مجاميع فيدر 6 تسخين، فهنبوش نفسنا قدر المستطاع. دي المجموعه الاولى. في المجموعه الثالثه هيبقى الموضوع صعب جدا 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 جدا، فهي دي بتبقى التيست بتاعت المجاميع كلها. Up with it, rock with it, girl. Show them it, girl. Put a bang, bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Put a bang. Seven, get with it. That's boy. Eight. Nine. 10. تمام. التمرين الجاي هيبقى سحب بالاندر هاند جريب بالافضل مهجوره. هيبقوا 3 مجاميع في 8 عدات. الفرق بين النورمال تريننج والتريننج اللي بيبقى فيه فوكس شويه ان كل ريب بيكون ليها معنى. العده السلبيه في اول مجموعه هتبقى 5 ثواني، في ثاني مجموعه 4 ثواني، وفي ثالث مجموعه 3 ثواني. انا هصور المجموعه اللي هي فيها ال5 ثواني اللي هو اطول جزء في العده السلبيه. الفوكس قدر المستطاع على ان انت ترفع صدرك لفوق وانت راجع، وتبول لتحت. دايما يبقى في انتنشن ان انت بتزق كوعك وايدك لتحت قدر المستطاع، وتبقى ثابت، ما تروحش بظهرك لورا وانت تقفل. مفيش مشكله ان انت تروح لقدام قدر المستطاع في الجزء الايجابي من الحركه، وتطول قدر المستطاع الجزء السنتريك. لكن في العده السلبيه قدر المستطاع صدرك يكون لفوق وتقفل ظهرك كله، وتحاول قدر المستطاع ان انت تحس بظهرك كله بيقفل على بعض. التمرين الجاي هيبقى سحب بالقبضه الواسعه بتاعت اللات بول داون. هيبقى مجموعه واحده كلاستر ست 10 عدات تقال، وبعدين هريح 20 ثانيه والعب 10 عدات تقال واريح 20 ثانيه، وهكذا لحد ما ابقى مش قادر ان انا اجيب اكتر من 3 عدات. هي مجموعه واحده هيتعمل لها ورم اب لحد ما الاقي وزن مناسب لل10 عدات، وبعد كده هي مجموعه واحده مفيش اكتر. كده احنا خلصنا الظهر، وهنبتدي مع بعض في اول زاويه من زوايا الكتف. هتبقى كتف خلفي على الفيرس بيبليك. هي مجموعه واحده برضو كلاستر ست بمنتهى الاختصار. هحط وزن اقدر اجيب بيه 15 عده، بس ما اوصلش بيه للفيلير ولا حاجه، يبقى لسه عندي شويه ريبس في التانك. خلص 15 عده وهريح 20 ثانيه، وهزود بلاطه واحده عن الوزن ده، وهلعب لحد الفيلير. وبعد كده هريح 20 ثانيه وازود بلاطه والعب لحد الفيلير، لحد ما اوصل لوزن ما بقاش قادر ان انا اجيب بيه اكتر من 3 عدات باداء مظبوط. هي مجموعه واحده بتبقى طويله قوي. كده كده انا جنبي هنا على طول التايمر فوق، مش عارف هيبان ولا لا اهو. فطول ما انا قاعد قادر ان انا ابص عليه بسهوله، مجرد برمي وشي كده بس خلاص ببقى شايف التايمر انا وقفت عند الثانيه الكام. لو مش كده تقدر ان انت يبقى في تايمر في الساعه بتاعتك او في الموبايل او في اي حاجه يعني، او تثبت الوقت بان انت تاخد مثلا 5 انفاس عميقه ولا حاجه بين كل مجموعه والثانيه. انا بعتمد على التايمر، بيسهل عليا الموضوع، بس اللي مش متاح لي ندور على الاسهل. اهم حاجه يبقى الوقت اللي ما بين السيتس والراحه مش طويل، وفي نفس الوقت ثابت، يبقى فيكست. نبتدي مع بعض كده سريعا عشان المجموعه دي طويله.
هلعب دلوقتي سميث ماشين شولدر بريس 3 مجاميع، كل واحده فيهم 6 عدات. ورم اب هيبقى كتير قوي عشان الاصابه بتاع كتفي. هلعب فيه درسيس كتير لحد ما اوصل للوزن اللي انا احس ان ال3 عدات بتوعه ابتدوا يبقى فيهم صعوبه او تشالنج، وهبتدي ان انا العب بالوزن ده 6 عدات 3 مجاميع، الوزن ثابت، الحركه نيجاتيف كنترول جدا. يمكن اصعب حاجه بتبقى في الموضوع هو ان انت تظبط الكرسي في نص الاسمس. طريقه سهله قوي هو ان انت تفتح السميث ماشين وتنزلها لتحت، تبتدي ان انت تظبط الكرسي على نص البار بالظبط، والبار فاضي طبعا، وبعد كده ترفعه لفوق وتبدا مجاميعك عشان ما تضيعش وقت كتير قوي في ان انت تطلع وترجع وتقدم الكرسي فراد على الفاضي، وعمر عينك ما هتبقى مسطره. انت كده نزلته كانك بتقيس بالسميث ماشين المكان الصح في منتصف الكرسي. سخن سريعا واشوفكم في اول مقطع. ده كده هبل. عطل فني، السميث ماشين بيتهز لقدام، فدي كارثه يعني، بيروح لقدام. بص بقى، ده انا وانا بفتح ما عملتش اي حاجه خالص. بص بص شفت اللي حصل ده؟ ما عملتش اي حاجه. حطينا متقلات في الارض كده عشان نثبت المكنه، خلص عليها اخر دورين ومش هلعب عليها لحد ما المشكله دي تتحل، لان هي يعني العمليه ما تستدعيش ان الواحد يتصاب عشان يلعب دور. كده السميث ماشين بريس دون. فاضل زاويتين، رفرفه جانبي على ماشين، هي ماشين بتركز على الجزء الشورتند من الحركه او الجزء بتاع الانقباض من الحركه، وهلعب بعد كده لاترال ريز على الكابل بس، والكابل يعني في ارتفاع الهيب كده، بحيث ان هو يبقى 90 درجه في بدايه الحركه عشان يركز على الجزء بتاع الاسطاله شويه، فيبقى تارجتنا الكتف الجانبي على مدار الحركه كلها. ماشيين هلعب عليها، التنشن ما بيروحش فيها تحت ولا حاجه، التنشن فيها تحت كويس جدا، لكن هو بيبقى اعلى في الجزء الانقباضي من الحركه. فهبتدي بيها وبعد كده هفنش التمرين باللاترال ريز قبل ما ابتدي في البلانش. هلعب هنا 3 مجاميع، هحط الوزن اللي اقدر اجيب بيه 8 عدات. المجموعه الاولى زي ما انت شفت قبل كده هيبقى الجزء السنتريك او السلبي من الحركه 5 ثواني، المجموعه الثانيه 4، والمجموعه الثالثه 3. الانتنس هتبقى عاليه قوي قوي، الكنترول في ماشين زي دي صعب جدا جدا، مش سهل خالص. خلينا نشوف مع بعض الست الاولانيه هتبقى عامله ازاي وبعد. حسيت ان الوزن في المجموعه دي مش مناسب، كنت اقدر اتقل اكتر من كده، فمش هحسن المجموعه دي. هعيد تاني. انا من الناس اللي بيحبوا يهتموا قوي بالكتف الجانبي. في ناس تانية ممكن تيجي في حاجه شبه دي تقول لك هتقل في المجموعه الجايه هكسرها. انا بالنسبه لي دي كده مش هو بتسيط اصلا، فمحتاج ان انا اتقل اكتر واعيد تاني المجموعه. التمرين الاخير اللي هيبقى رفرفه بالكابل زي ما انا قلت لكم. احط وزن اقدر اجيب بيه 10 عدات، ويبقى في تشالنج في ال10 عدات، وبعدين هريح 20 ثانيه اجيب 10 عدات تانيين. طبعا التمرين ده ممكن يتلعب بالكف عادي جدا، بس انا يعني الكف اللي موجود هنا مش احسن حاجه. انا بالنسبه لي الهاند هتبقى افضل. ممكن تستخدم الشدات ان انت تربط الكف في الشداد، مفيش مشكله، او مش 10 عدات سوري، هجيب اقصى انتظار ممكن لحد الفيلير واريح 20 ثانيه وهكذا لحد ما ابقى مش قادر ان انا اكمل اكتر من 3 عدات. دول جم 4، فوارد تبقى المجموعه الاخيره هي الجايه. لو انا بلعب على كابلات ضيقه غالبا هلعبه بايديا الاثنين، لكن عشان الكابلات واسعه فبلعبه بالسنجل هاند، خلص دراعي وخلص دراعي الثاني.
طبعا ده بياخد وقت كبير جدا، بس احنا في العيد يعني وانا عندي الوقت اللي يصح الكلام ده مفيش مشكله. نخش مع بعض. انا هصور دراع واحد بس عشان بس يعني ما ازولش الناس في الحركه، فهي المجموعه تبقى طويله خلقه من غير حاجه يعني، فقدر المستطاع هنحاول ان احنا نعمل فيها اقصى. دي 3 عدات بس خلاص. في بقى نلعب الدراع التاني وبعد كده نخش على الكارديو. الكارديو هيكون نص ساعه على الستير ماستر. هيبقى الهارت ريت ما بين 130 ل 140. شغل اي حاجه بقى اقعد اتفرج عليها تسليني دلوقتي ده. كده هتراك الهارت ريت بالساعه او اللحمه هتراك الهارت ريت بالساعه. خلص الكارديو بتاعنا ونرجع بقى نكمل نشوف اليوم عامل ازاي. طبعا هيبقى مرهق جدا بسبب قله الكارب، لكن هو هيبتدي يصعب اكتر واكتر مع مرور الوقت، لان انا لسه ثاني يوم العيد، فاعتبر لسه في شويه جلايكوجين موجودين. مع الدخول في الديبليشن اكتر واكتر هتبقى العمليه دي اصعب حاجه في اليوم كله. في اوقات هلعبه الصبح بدري خالص لو انا هيبقى مده يعني ميعاد التمرين بتاعي متاخر، لكن في ايام العيد بما ان كده يوم براحتي فهلعبه بعد الكارديو بعد التمرين عشان اخد وقت نص ساعه واشوف. الكارديو خلص، شوفكم في العربيه. بقالي حوالي 3 ساعات ونص في الجيم، 3 ساعات تمرين ونص ساعه الكارديو. طبعا من الواضح كده ان انا مش هخلي الكارديو بعد التمرين، لان نص ساعه تفرق معايا في شغلي قوي الصبح، لان انا بتمرن الصبح بدري. فهحاول. هو النهارده يوم تمرين طويل الصراحه، التمرينه بتاعه النهارده والتمرينه بتاعه بكره بتاعه الدراع من اطول التمارين في البلوك ده. فهحاول قدر المستطاع ان انا يعني الايام الجايه العب الكارديو يا اما الصبح بدري قوي 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 الساعه مثلا 5 الفجر، واتمرن مثلا في حدود الساعه 8:30، اخلص مثلا على يعني 10 ولا حاجه، ابقى في شغلي 10:30 كده، هيبقى مناسب قوي بعد رمضان. لو لقيت ان ظروفي مش هتسمح هيبقى الكارديو بالليل خالص قبل النوم. الميزه ان انا طالع مش جعان اطلاقا، طبعا ده من تاثير الكارديو. انا بالنسبه لي في ناس كتير قوي مش انا بس يعني الكارديو بيعمل لها هانجر بلامتنج افكت، بيخليها تشعر بالشبع بشكل كبير. فانا واحد من الناس دي، فبرتاح جدا بعد الكارديو. وده هيساعدني ان انا مش هبقى محتاج وجبه فيها فايبر، فكل اللي هاكله هو ان انا هاكل بروتين بعد التمرين، وهيديني براح كمان ان انا يبقى فيه شويه فايبر كويسين بالليل في الميلز الجايه، هيساعدوني بشكل كويس ان انا ابقى نايم شبعان، ودي من اهم الحاجات في الدنيا. في ناس بتقعد تقول لك ارحل الكارب بالليل، وده كلام فارغ يعني، مش ما بينفعش معايا اطلاقا يعني. انا اهم حاجه بالنسبه لي الكارب يبقى اراوند الورك اوت، وكده بالليل شويه فايبر كافيين مع شويه فاتس هيخلوا الدايجيشن سلو، وهيخلوا العمليه سهله ان انا اخش في نوم عميق. وبعدين انا مش ريدد يعني عشان اتاثر بقله الكارب وجوده النوم والكلام الفارغ ده. فهي فتره فيها بوشنج باقصى حاجه ممكنه اطلع فيها كل اللي عندي، عشان ابتدي ان انا يبقى في اوف سيزون فعلا بناء. الهدف بتاعي في الاوف سيزون ده ان مفيش اي اسبوع ازيد فيه اكتر من ربع لنص في المية من اجمالي وزني، وهحاول ان انا احافظ على ليفل عالي من الكارديو خلال الاوف سيزون. ده هيساعدني ان انا ابوش الانتاج بتاعي قدر المستطاع. دي حاجه احنا بنسميها هاي انرجي انفلكس، ان يبقى في كارديو بنسبه عاليه وفي نفس الوقت في اكل كتير، فهتقدر تبرفورم كويس قوي في التمرين بتاعك، تحافظ على الهيلث ماركرز بتاعتك كويسه قوي على المدى الطويل. فهي عمليه كويسه جدا. قدر المستطاع احاول ان انا احافظ عليها من اسبوع للتاني. هيبقى في موديفيكيشنز طبعا كتير قوي خلال الرحله دي، لكن انا هحاول ان انا قدر المستطاع كل ما اقدر ان انا اصور فلوج صغير، حتى مش لازم يبقى بالطول ده. يمكن النهارده عشان اجازه فانا عندي يعني حريه عاليه شويه، لكن في بقيه الايام ممكن يبقى حاجات قصيره، حاجات سريعه، بحيث ان انا اخليكم دايما اون تراك معايا. البوست ورك اوت ميل 200 جرام من الكبده، ده وزنها كوبد، وطبق سلطه كبير. وعاده ده ما بيحصلش، ما باكلش اي فايبرز بعد التمرين صراحه في الوجبه بتاعت بعد التمرين على طول، الا دلوقتي عشان انا جعان فعلا. وهشرب الكاندي كين اللي قدامكم دي بطعم البيرث داي كيك، ده مشروب 0 كالوري من عند نفس المحل اللي شفتوه في الستوري في الفيديو اللي فات. وبستخدم الناسو سيكريت سبايس ده على السلطه وكمان على الخضار والفراخ، طعمه تحفه بيليق على اي حاجه، بيدي طعم باربيكيو شويه كده. هضرب الميل دي سريعا وعندي شويه كلاينت تشيك انز كده هقعد اخلصها. الميل الجايه او الميل اللي انا هاكلها يعني هي عباره عن زي ما انتم شايفين كده طبق فيه شيش طاووق، بس شيش طاووق ده خدعه يعني، ده عباره عن صدور فراخ ومعاه شويه سلطه، وهحط عليهم شويه توباسكو سراشة من ده،
وكده كده حاطط عليهم السبايسز بتاعت ناسوس اللي انا وريتها لكم في الفيديو اللي فات. كميه السلطه 300 جرام برضو. ليه 300 جرام؟ 300 جرام عشان انا بحاول ان انا يعني على مدار اليوم كله ابقى اكلت حوالي 600 جرام. 600 جرام دول جايين منين؟ انا باكل بري ورك اوت ميل وبوست ورك اوت ميل ووجبه ودينر. ادي 4 وجبات. بحاول ان يعني الوجبه يكون المفروض يكون فيها ما بين 100 ل 150 جرام من الخضار. البري ورك اوت ميل ما كانش فيها، الوجبه الاخيره الدينر مش هيبقى فيه، فهم يا دوبك كده كافريج كلت 300 جرام في الوجبه اللي فاتت و300 جرام في الوجبه دي. هضرب الميل دي بسرعه. خلاص طبعا شويه كلاينت تشيك انز. هاخدكم معايا في التشيك ان الجاي بعد ما اكل الوجبه دي. انا بفصل شويه يعني عشان ابقى مركز. ليه هاخدكم معايا في التشيك ان الجاي؟ عشان التشيك ان الجاي فيه شويه حاجات كده فعلا هتفيدكم في ايه، هتعرفوا لما نيجي نتكلم في التشيك ان. التشيك ان الجاي يعني هيبقى فيه شويه تعديلات كده لما هتسمعوها هتكليك كده، يعني هتقولوا يعني سواء انت كنت مدرب او متدرب على فكره، سواء كده او كده هتستفيدوا. لو وصلت لحد هنا وما عملتش لايك للفيديو وطبعا مش هفعل جرس التنبيه بقى ومش مشترك في القناه والكلام اللطيف ده، اتمنى ان انت تعمله دلوقتي لان ده طبعا بيساعد الفيديو على الانتشار. ولو عندك اي سؤال في اي حاجه انا بعملها على مدار اليوم سيبها لي في الكومنتات تحت. اخلص الميل دي سريعا كده وانا قاعد بتفرج على التلفزيون بسرعه واخدكم معايا في التشيك ان الجاي اللي قبل الوجبه الاخيره. الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ده كلام مهم جدا جدا سواء كنت مدرب او متدرب. قدامي دلوقتي كلاينت بيجنر كلاينت. مشكلته ان هو مش من الناس اصلا المقبلين على الجيم. هو نسبة دهونه عالية، مش متوسطة ولا منخفضة، هي نسبة دهون عالية، وشخص من الاشخاص اللي مش مقبلين على الجيم. فقرار ان هو يروح الجيم بالنسبه له هو فعلا قرار في شكل من اشكال الهيدك. باي ذا واي ما تستغربوش من النضاره ولا من الوان اللابتوب. النضاره دي بلو لايت فلتر عشان خلاص احنا بالليل، والوان اللابتوب ده ابلكيشن اسمه FLU.X ده بيخلي اللابتوب يخش في البلو لايت فلترد مود اللي هو النايت مود، يعني عشان يسهل عليك ان انت ما تتعرضش للاشعه الزرقاء كتير عشان بالليل تعرف تنام بشكل كويس. ما علينا. المهم الكلاينت كاتب لي ان هو عايز يغير مجموعه من الاكسرسايزز ومحدد لي ايه هي الاكسرسايزز دي. سيشن هو بيلعب upper lower split upper A و lower A و upper P و lower P 4 ايام في الاسبوع. طبعا انا من عادتي ان انا بسال الكلاينتس في الكويستشنير. طبعا الناس اللي بتتابع معايا عارفه ان الكويستشنير حوالي 3 صفحات. انت محتاج على الاقل 5 ساعات ل 4 ساعات تركيز كده عشان تعرف ترد عليه، لان هو بيتطرق لكل حاجه في حياتك. ومن عادتي في الاسئله دي ان انا بسال سؤال مهم جدا: ايه هي الاكسرسايزز ان انت عندك كونكشن معاها كويس وبتحس بيها بشكل كويس وبتستمتع وانت بتأديها. الهدف من ده عامل الانجويمنت بتاع التمرين، ودي حاجه مهمه جدا لان مش لازم تبقى كل حاجه في البروجرام اوبتيمال 100%. لو انت سايب لي زمام الامور 100% اتس اوكي، لكن في حاجات انت بتحب تعملها مع الوقت انا ممكن اقللها لك، لكن في بدايه الامر انا عايزك ان انت الحاجات اللي انت بتحب ان انت تعملها تفضل ان انت بتعملها، وبقيه الحاجات التانية اللي حواليها انا بعدلها مفيش مشكله. لكن في كلاينت بقى اصلا مش حابب الجيم، فالكلاينت ده انت لازم تخلي البروجرام فيه جزء كبير قوي قوي هو في الاول عشان يقبل على الجيم. الجزء الكبير ده هو جاي على هواه. هو في مثلا الراجل ده لما بيجي رايح الجيم وبيفكر في ان هو هيلعب انكلاين دامبل بريس بيكسل يروح عشان هو مش حابب التمرين، بيحسه صعب عليه، بيحسه مش مريح بالنسبه له الى اخره. وعلى فكره انا مش من انصار ان انا احط فري موشنز كتير للشخص المبتدئ على فكره، لان الشخص المبتدئ وخصوصا اللي بيتمرن اونلاين ومعهوش PT وارد جدا ان هو يقوم بالحركه بشكل غلط. اتس اوكي هو بيبعت لي يعني الاداء الحركي بتاعه على الواتساب وانا بقيمه، بس يعني هو بيبعت لي هو بيصور وبيلعب بمجموعه، فممكن الفاس تقع في الراس قبل ما يلحق يبعت لي. يعني ممكن هو بيصور مجموعه لا قدر الله يحصل له مشكله، فيعني لازم بيبقى فيه ليرنينج كيرف لكل حاجه يعني. ف انا ما بعت له البروجرام، قلت له بص على البروجرام قبل ما تبتدي تروح الجيم عشان انا عايز منك الاتي: اي حاجه انت بمجرد النظر ليها انت متضايق منها او حاسس ان انت مش عايز تعملها قول لي،
اي حاجه انت شايف ان هي ماشين مثلا بيبقى عليها ضغط عندك في الجيم، مشكله في الكيبلز الى اخره، قول لي، بحيث ان انا عايزك تروح الجيم تستمتع، انا عايزك تروح الجيم تستمتع عشان تعرف تعمل بروجرس. مع الوقت الادفانسمنت هيحصل لما تفول ان لاف وذ ذا بروسيس، تحب العمليه عامه، الادفانسمنت هيحصل كده كده. والادفانسمنت هيحصل من غير ما انت تحس بيه. انا هشيل حاجات واحط حاجات، انت مش هتحس. في الاخر هيبقى البروجرام يعني 100% اللي انا عايزه، بس ده ياخد الليرنينج كيرف بتاعه والوقت الصح عشان تقدر توصل للمرحله دي. عشان في الاخر لو انت ما رحتش الجيم يبقى احنا ما استفدناش اي حاجه خالص، لو انت اتمرنت غلط برضه ما استفدناش اي حاجه خالص. فاذا لازم الناس تراعي العمليه دي وهي شغاله في البرمجه. خش على الكلاينت تشيك ان، ممكن اعمل كده حاجه اللي هو بيبقى البتاع السريع ده، اسمه ايه ما اعرفش، التايم لابس ده ولا اسمه ايه كده، ما اني ما بعرفش اعمله بالكاميرا الصراحه يعني، فممكن اسرع شويه وانا قاعد بعمل تشيك ان كده يعني، شويه لقطات وبتاع، بس مش هظهر الشخص عشان بس الجزء بتاع الناس تبقى مرتاحه. انا ما بظهرش شخص على السوشيال ميديا اطلاقا على اي بلاتفورم من غير الكونسنت او الموافقه بتاعه، فكده كده انا مش هظهر الشخص. انا بس حبيت ادردش معاكم في الحكايه دي عشان تفهموا ان مش كل حاجه لازم تتلعب بالكابل بالشكل الفلاني، ومش كل حاجه لازم تتعامل، لا خالص خالص خالص. جزء كبير جدا من البروجرام لازم يكون اوبتيمال، لكن في جزء مهم جدا هو عامل الانجويمنت اللي بيخليك من الاساس يبقى عندك الموتيفيشن والدرايف ان انت تروح الجيم. مساء الفل يا واهلا بيك في التشيك ان الاسبوعي بتاعك. لكن انا اخدت بالكلام اللي انت كاتبه لي على الواتساب وعدلت لك البروجرام بحيث ان انت يبقى عندك اقبال على البروجرام وانت رايح الجيم، مش حاسس ان في اي حاجه بالنسبه لك فيها ازمه او اي صعوبه. فارجع لللينك بتاع البروجرام بتاعك هتلاقي ان البروجرام بتاعك اتعدل. لما نيجي نستعرض مع بعض التشيك ان، اكتر حاجه بسطاني في التشيك ان هو جوده النوم بتاعتك، عدد ساعات نوم كويسه، جوده نوم عاليه، طبعا ده بناء على كلامك، بلس ان انا شايف كمان ستيبس كويسه جدا. فانا عدلت لك البروجرام واتمنى ان انت من بكره الصبح تروح الجيم. انا بحاول ان انا اخلي كل حاجه بالنسبه لك شيقه عشان اسهل عليك الموضوع. كل ما تلاقي حاجه صعبه عليك انا موجود عشان اساعدك، عشان اخلي الموضوع بالنسبه لك فيه متعه اكتر، وتبقى انت يعني متشوق للوقت اللي انت رايح في الجيم، مش حاسس ان هو حاجه بتخلصها من عليك او عبء بتخلصه من عليك وخلاص. مش محتاج اي حاجه تانية منك. انت بقى بعد ما تشوف التشيك ان ده لو عندك اي حاجه ارجع لي على الواتساب. وشكرا على الهابي ويشز بتاعت العيد يا صديقي، ويومك جميل وتشيك ان سعيد عليك يا حبيبي. الميل الاخيره معانا خلاص، بس قبل ما اوريها لكم هوريكم حاجه. ده الجينجر بتاع السوشي ده، باخد منه جنب الميلز بتاعتي، يعني زي ما هو السيرفنج بتاعه، هو السيرفنج بتاعه زي ما هو مكتوب عليه كده 30 جرام لل2 تيبل سبون يعني. فانا باخد منه 30 جرام مع كل بتاع، مع كل وجبه من الوجبتين الاساسيين، بيبقى كل واحده فيهم فيها اراوند 20 كالوري، بتتكلموا في 40 كالوري زياده. طيب دول اخدت منهم مع الوجبتين التانيين بس ما صورتهمش، لان انا اخدت يعني الوجبه الاولانيه ما خدتش معاها، نسيت الصراحه، فجيت بعد الوجبه الثانيه افتكرت فخدت السيرفنجين مع بعض مره واحده يعني، عشان ما بقاش ان انا طنشته يعني، فخدت 2 سيرفنج في ميل واحده. طيب الوجبه الاخيره بتتكون من ايه؟ الوجبه الاخيره بتتكون من زبديتين جريك يوجرت، واحده فيهم ال 2% فات اللي هي الخضراء، والثانيه اللي هي ال 0.2% فات اللي هي البينك. الهدف من الخضرة دي ان هي بتزود الكثافة بتاعة الوجبة شوية، فبتبقى تقيلة حبتين. بحط عليهم سكوب بروتين، وباخد جنبهم ال 400 جرام فراولة دول كلهم على بعض، فراولة فروزن على طول عشان استسهل يعني، عشان ما ضيعش وقت في الغسيل وفي الكلام اللطيف ده، فعلى طول كده كوب وكل على طول. بحطهم مع بعض كده وباكلهم. اخش بعديهم بقى بعد ما اخلصهم هوريكم السبلمنتس اللي انا بنهي بيها يومي عشان نقفل الفلوج مع بعض. لو وصلت لحد هنا ما عملتش لايك شير سبسكرايب كومنت كل الحاجات اللطيفه دي، يلا دلوقتي وصلنا للفقره الاخيره وهي الريكاب بتاع اليوم كله من حيث السعرات الحراريه والسبلمنتس بتاعت قبل النوم. بالنسبه للسعرات الحراريه بتاعت اليوم هتلاقوها قدامكم هنا على الشاشه، هي حوالي 2000 سعره عامه يعني، وهو دوت التارجت اللي انا كنت بطمح ليه النهارده. انا بحاول في الايام اللي فيها تمرين 2000 سعره، وفي الايام اللي ما فيهاش تمرين ما بين 1750 ل 1800 سعره. طيب هل ده ديفيسيت جامد؟ جدا، عشان ابقى صريح معاكم، وهتعرفوا الكلام ده لما تتفرجوا على فيديوهات البالكينج في الفتره الجايه، او تتفرجوا على فيديوهات البالكينج اللي فاتت هتفهموا ان ده ديفيسيت مرعب يعني. بس هو مدته قصيره جدا جدا، مش هيلحق يبقى فيه داون جريد في الانتنسيتي بتاعت التمرين، لان انا بحاول اوفر كل العناصر اللي تساعدني ان انا احافظ على شده تمريني زي ما هي.
فمش هيبقى فيها خساره عضليه يعني، ولو في حاجه هتبقى لا تذكر يعني في الفتره دي، هتتبنى قدام في الاوف سيزون، بس ده هيساعدني ان انا اطول الاوف سيزون من غير اي تعب. نيجي بقى للسبلمنتس بتاعت قبل النوم، في فيلم كده كبير قوي. مبدئيا عندنا هنا ده اوميجا 3، بس انا حاطه في علبه فيتامين اي ومخزنه في الثلاجه. باخد منه 3 جرام 3 حبات، وباخده بالليل. ليه؟ عشان اخده مع فيتامين دي. انا بستخدم بتاع ليميتلس العادي ده فيتامين دي 3 تركيزه 5000، باخد منه حبايه، باخد الاثنين دول مع بعض. فده كده كده فات سوليبل فيتامين، بيحتاج الفاتس معايا عشان تساعده. وكده كده انا ما عنديش دايركت فات سورسز في اليوم غير تقريبا الاوميجا 3 يعني. باخد عندكم هنا السيلينيوم تركيز 200 مايكرو جرام، وباخد فيتامين اي تركيز 450 مللي جرام، ده عشان انتي اوكسيدنت كويس. باخد مع دول كمان اللينكس الادلت اللي قدامكم ده عباره عن بروبايوتكس يعني بكتيريا نافعه يعني، بتساعد على عمليه الهضم الى اخره. وباخد جلوتاثيون، والجلوتاثيون ده اقوى انتي اوكسيدنت على الاطلاق، باخد منه حبايه. وباخد كمان التيومريك مع الكركمين. الحاجات دي كلها الهدف منها تقليل الانفلاميشن. في كوبايه الميه اللي هشرب بيها الكلام ده كله بحط معلقه من اسمها انجي فيتا، ما هي يعني دي نيوتريشنال ييست عامه يعني، بحط منها معلقه 5 جرام. دي مليانه فيتامين بيز بالهبل يعني. والمفروض ان انا باخد كارانتين بلس حبيتين، بس انا خلصان من عندي. فانا كان عندي الكارنيفيتا ادفانس ده كده كده في الساشيت الواحد يعني، الباكت الفواره الواحد من دول في 1000 كارانتين، فيعادل الحبايه بتاعت كارانتين بلس. ده كده الميكس بتاع قبل النوم بتاعي. باخد ده قبل النوم دايركت وبخش انام على طول. سبت يعني زي نص ساعه كده للوجبه الاخيره وهخش انام دلوقتي. اتمنى لو وصلتوا لحد هنا وعندكم اي سؤال او استفسار ترجعوا لي على طول في الكومنتات، وما عملتوش لايك او سبسكرايب للقناه او ما فعلتوش جرس التنبيه تعملوا ده دلوقتي. كان معاكم دوله من دولة فتنس جايد، استنوني في الفيديو الجديد.